بيبدأ فيلمنا في النمسا سنة 1235 وبتتهم 3 ستات بالسحر، ولما بيطلب منهم القسيس يعترفوا بذنوبهم الأولى بتعترف إن هي بايعت الشيطان وبتترجاه يرحمها، التانية بتقول إن هي كانت بتعمل مراهم علاجية عادية مش سحر، أما التالتة فبتقول للقسيس إنه هيتحرق في جهنم. على طول القسيس بيأمر بشنق التانية والتالتة فوق الكوبري، والأولى بتستغرب لأنها اعترفت علشان تترحم، ولكن القسيس بيوضح لها إن الرحمة دي لروحها بس قبل ما تتشنق هي كمان. وبعد ما التلاتة بيموتوا بينزلوا جثثهم في المية علشان يغرقوا، وبعدها القسيس بيطلب من الجنود يطلعوهم من المية علشان يعملوا الطقوس المقدسة من كتاب سليمان اللي هتضمن إن هم مش هيقوموا تاني، لكن الجنود بيشوفوا إن كده كفاية وبيمشوا. وفي نص الليل القسيس بيسحب الجثث بنفسه وبيبدأ يقرأ التعويذة. الأولى بتعدي من غير مشاكل، التانية بترجع في وشه وجسمها بيبدأ يتهز، بس بترجع تموت تاني من أول وجديد أول ما التعويذة بتخلص. ولما بيجي يسحب التالتة الحبل بيشد بالعكس وبيوقعه في المية وبيعوم بسرعة للشط، بس في إيد بتفضل تسحبه لجوه. وبعد محاولات كتير القسيس بيقدر يطلع أخيرا من النهر وبيرجع للكوبري علشان ياخد الكتاب، ولكن فجأة ومن غير أي مقدمات الجثة التالتة بتطلع وبتطير من المية وبتولع النار في الكتاب. بعدها بتشنق القسيس من فوق الكوبري. وفي سنة 1332 في تركيا بيلتقي جيشين قويين في الصحراء خلال الحروب الصليبية. الفرسان بايون وفيلسون بيقرروا إن اللي هيقتل رجالة أكتر هيشرب ببلاش. المعركة بتكون عنيفة جدا والجيشين بيخسروا عدد كبير جدا من الرجال في ثواني، ومع كده بايون وفيلسون بيستمروا في الهزار مع بعض أثناء القتال. في الليل بيلتفوا يحتفلوا بنصرهم في خمارة مع ستات كتير ومشروبات. في سنة 1334 بايون وفيلسون بينضموا لمعركة وحشية في ليبيا. آلاف من الرجال بيموتوا تاني لما الكنيسة بتطلب من الجنود يقتلوا كل الكفرة. في سنة 1337 بتدور معركة تانية في تركيا بالليل. الحرب دي بتستمر لسنة 1339. التلج اللي بينزل بيبوظ الرؤية والقسيس بيستمر في تشجيعهم على القتال. فيلسون بيبدأ يلاحظ إن ربنا عنده أعداء كتير جدا. بنيجي بقى لسنة 1344 في اليونان، بيبقى المنجنيق بيولع في المدينة قبل ما الجيش يكسر الباب، وما إن كل اللي هنا يعتبروا كفرة المدنيين بيتقاتلوا مع الجنود من غير أي رحمة. دايما بينصدم لما بيكتشف إن قتل ست بريئة، وبينصدم أكتر لما بيشوف العائلات الميتة على الأرض. فيلسون بيلاحظ المجزرة هو كمان ويتبادلوا النظرات بعد ما وصلوا لنفس النتيجة. وبعد ما المعركة بتخلص وباين بيجادل القسيس لأنه مش مصدق إن ربنا عايزهم يقتلوا الستات والأطفال. لما القسيس بيبدأ يهاجمه باين وفيلسون بيعلنوا إنهم استقالوا خلاص ومش مكملين. وبعدها بشهر بيوصلوا للنمسا، بس بعد مشي ساعات مش بيشوفوا ولا بني آدم حواليهم. ولما بيدخلوا مزرعة بيشدوا البطاطين من على السرير وبيكتشفوا عيلة ميتة بمرض مجهول، لكن فجأة جثة منهم بتبدأ تتحرك بس بتقع تاني بسرعة. بايسون وفيرسون بيقرروا يحرقوا البيت قبل ما يمشوا، ولكن أخيرا بيلاقوا مدينة فيها الجثث متكومة وناس عيانة في كل زاوية، وقليل من الأصحاء بيترجوا علشان ياخدهم وينقذهم. الحارس يوان بيقول لهم إن الطاعون انتشر في الأرض بقاله 3 سنين ومفيش علاج، وإنه اضطر يدفن مراته وعياله بإيده. وبعدها باين وفيرسون بيشتروا خيل جديدة، ولما صبي الاسطبل بيبدأ ينقل حاجتهم بيوقع سيفهم بالغلط، فالعلامة اللي على المقبض بتبان والسكان بيعرفوا إن هم فرسان هربانين. الحراس بيلفوا حواليهم فورا وبتدور معركة ما بينهم. باين وفيرسون بيحاولوا يدافعوا على نفسهم ويقتلوا شوية رجالة، بس الحراس بيغلبوهم بالعدد وبيقبضوا عليهم. وبعد ما القسيس ديفل بيفحص السيف علشان يتأكد ان الرجالة دول فرسان قديسين، وبياخدهم للكاردينال اللي بيبقى مريض في السرير وحواليه الأطباء. الكاردينال سمع عن بطولات باين وفاليسون فبيديهم مهمة ان هم ياخدوا الساحرة اللي بدأت الطاعون ياخدوها لدير ستيفري علشان الرهبان هناك يقدروا يعملوا الطقوس ويدمروا قوتها وينتهي الطاعون. ولكن باين وفيلسون بيقولوا ان هم ما بقوش يخدموا الكنيسة خلاص، فبيتم حبسهم في السجن. وفي الزنزانة بيقابلوا واحدة بنت اسمها بانا اللي شكلها زي اي بنت عادية. باين مش بيبقى مصدق ان هي ساحرة وبيفرض ان الكنيسة اجبرتها على الاعتراف. ولما بيناموا بيجي لهم كوابيس عن الناس الابرياء اللي قتلوهم، وبايو بيصحى بعد ما بيشوف الست اللي قتلها، وبعدها بيسمع انا بتعيط وبيلاحظ ان ظهرها مليان كدمات. وبعد لحظات الفرسان بيقولوا لديفل ذات
إنهم هيقبلوا المهمة لو الكنيسة وافقت تدي أنا محاكمة عادلة وتلغي التهم اللي موجهة ليها. في المكتب ديليفزاك بيوضح إن الطريق للدير هياخد 6 أيام، ولكن يوان والأبطال بيبينوا إن الطريق اللي اختاره ديفل خطير جدا ومحتاجين حد عارف الأرض كويس. ديفل بياخدهم لهاجمار، وده بيبقى نصاب مستني إعدامه، وبما إن هاجمار ده عارف الأرض كويس فبيوافقوا يديله عفو لو وصل المجموعة للدير، بس لو حاول يهرب هيتقتل فورا. وفي الزنزانة أنا بتكون نايمة لأنها أخدت مهدئ مع أكلها، ولما ديفل بيحاول يفك سلاسلها أنا بتصحى فجأة وبتهجم عليه وبتحاول تخنقه. يوان بيشد السلاسل علشان يوقفها فأنا بتهجم عليه، وهو وباين وفيلسون بيجروا علشان يمسكوها وبيغمى عليها. يتم وضع أنا في قفص والسكان بيستمروا في إهانتها وهي ماشية، وبينما الكاردينال بيموت بالطاعون. وخلال الرحلة يوان بيستغرب هي أنا اتنقلت إزاي، وديفل زاك بيوضح لهم إن هم لقوها ماشية بره المدينة وبتقول كلام غريب ومحدش فاهمها. وبعد أسبوعين الطاعون سيطر على مدينة وسمعوا إن نفس الشيء حصل في كل مكان زارته. يوان بيلفت النظر وبيقول إن مفيش حد شاف الساحرة في قريته والطاعون جه برضه. وفي الوقت نفسه فيلسون بيقول لبايون إن أنا عندها قوة كبيرة، فواضح إن في حاجة غريبة. وفي اللحظة دي بيلاحظوا إن في حد غريب بيمشي وراه، فبيقرروا يعملوا كمين والقفص بيتساب في نص الطريق. ولما الغريب بيحاول يقرب منه باين بيوقفه بسيفه، وديليفزاك بيتعرف على الولد وبيطلع كاي، وده بيبقى خادم الكاردينال. كاي بيوضح وبيقول إن أبوه كان فارس وهو دلوقتي عايز يساعد المجموعة علشان يتم تنصيبه كفارس هو كمان. فيلسون بيضحك على الفكرة إن ولد خدام زي كاي يكون له لازمة في المعركة، ولأن فيلسون بيهينه كاي بيردله الإهانة. فبيقرر فيلسون يختبره بمبارزة صغيرة بتدور بمبارزة بالسيوف، وكاي بيبهرهم إن هو بيتفادى وبيصد كل الهجمات بتاعة فيلسون لأنه بيتمرن كتير، بس لأنه لسه مبتدئ فيلسون بيهزمه في النهاية. ولكن باين بيعلن إن مستواه كويس كفاية إنه يجي معاهم. وبالليل المجموعة بتقف علشان ترتاح، وباين بياخد أكل لأنا وهي بتقول عليه طيب ومش زي ديفلزاك المسؤول عن جروحها. وبعدين أنا بتحكي له قصة بتاعت بنت في قرية اتهمتها بالسحر ورموها في البحيرة وضربوها بالحجارة، وقتها اعتبروا إن ده دليل إن هي ساحرة فحرقوها على الخازوق. فبيتأثر بالقصة وبيوعدها إن ده مش هيحصل معاها. ولما باين بيرجع للمخيم ديليفزاك بيحذره إن البنت دي ممكن تكون مخادعة وتقوم الناس على بعض، وبيبقى عايز حد يحرس العربية، فيوان بيتطوع. وبعد كام ساعة ديفلزاك بيجي علشان يبدل معاه. يوان بيتكلم عن بنته الميتة وبيقول إن أنا دايما بفتكرها. يوان كمان بيشوف إن الدير مش هيدي أنا محاكمة عادلة لأن السكان مش هيبقوا مبسوطين لو طلعت بريئة. ولما يوان بيحاول ينسحب من المهمة أنا بتترجاه إنه ما يسيبهاش لوحدها مع ديفلزاك. يوان بيقرب علشان يرد عليها فأنا بتمسكه من هدومه وبتشده ناحية القفر. ديفلزاك بيجري بسرعة علشان يساعده، فأنا بتاخد منه المفتاح والصليب وبتستغل ده علشان تطعنه في إيده. الجميع بيصحوا على صريخ ديفلزاك وبيجروا ناحية القفص، بس أنا بتكون هربت خلاص. وقتها المجموعة بتتتبع خيال في الغابة لحد أقرب قرية بينقسموا قسمين علشان يكملوا تدوير، وبيلاحظوا إن مفيش ولا بني آدم حواليهم. وفي النهاية باين بيشوف رجلين طالعين من مبنى شايلين جثث عيان. كاي بيلاقي إن أنا في الميدان وينبه الباقيين فبيتحركوا بسرعة علشان يحاصروها ويقبضوا عليها. ولكن لما بيقربوا بيكتشفوا إن دي مش أنا، دي بتبقى مجرد بنت تانية مصابة بالمرض. وبعدها بيشوفوا أنا وهي بتجري بره المدينة وبيلاحقوها جوه الغابة. وهنا بينقسموا تاني، يوان وكاي بيلاقوا مقبرة جماعية مليانة جثث، وده بيأكد إن معظم أهل القرية ماتوا بالحديث بسبب الطاعون. فيلسون وباين بيلاقوا الكلب بياكل من الجثث فبيهشوه بالمشعل، ولكن فجأة يوان بيسمع صوت بنته بتناديله وبيمشي ورا الصوت في الضلمة وبيبدأ يجيله هلاوس إنها قدامه. ولما بيقرب علشان يمسكها بيكتشف إن الخيال ده هو كاي اللي بيتحول فجأة وهو رافع سيفه، ويوان بيطعن وبيموت وهو فاكر إن بنته معاه. كاي بينادي على الباقيين بيأس وبيقول لهم على اللي حصل، وهو وباين بيفحصوا الجثة. فيرسون بيسمع صوته وبيلاقي أنا اللي بترميه بغضب على الأرض وبتقعد على ظهره علشان تحاول تقتله. باين بيشدها فورا وبيرميها على الصخرة، ومع كده أنا مش بيجرى لها حاجة وتوقف زئير وبتبدأ تترجاهم وبتعيط، وبتوضح إن هي هربت علشان ما كانتش عايزة ديفلزاك يأذيها تاني. وفي الصباح الباكر المجموعة بتدفن يوان، وديفلزاك بيصر إن أنا كانت بتتحكم في يوان وهي اللي قتلته، وبيفترض إن هي بتشوف نقط الضعف في قلوبهم وبتستخدمها ضدهم.
ومع استمرار الرحلة أنا بتتكلم مع بايون وبتشكره على طيبته، وبتدعي إن ديفلزاك بيكذب وإن ما كانش عندها أي حاجة ضد يوان. ولما بتلاحظ مزاج بايون السيء بتمدد إيديها علشان تواسيه، بس هو بيرفض يقرب منها، وفي نفس الوقت كان بيبقى متضايق ومحمل نفسه الذنب لأنه حاسس إن هو اللي قتل يوان. وبعد فترة المجموعة بتضطر تقف عند منحدر لأن الكوبري شكله مهزأ، وهاجمر كان بيحلف إنه كان في حالة أفضل آخر مرة شافه. باين بيبدأ يعدي على الكوبري على أي حال وبيمشي الحصان بحذر. في النهاية بيوصلوا للناحية التانية بس مش بيلاحظوا إن الحبل بدأ يتقطع بالبطيء. وبعدها كاي وباين بيبدأوا يشدوا القفص عبر الكوبري، وبينما الباقيين بيشدوا الحبل في الاتجاه المعاكس علشان يعوضوا الوزن. لكن فجأة ايد ديفل بتبدأ تنزف، والوجع ده بيخليه يسيب الحبل، والرجالة بتفقد السيطرة على الحبل والقفص بيبدأ يتدحرج على الكوبري. كاي وباين بيضطروا يتحركوا أسرع، الاتنين بيتزحلقوا وبيقعوا من على الكوبري، بس أنا بتمسك كاي في الوقت المناسب تشيله بقوة كبيرة، وباين بينقذ نفسه إنه بيمسك في الطرف التاني وبيطلع تاني. وبعدها بيحطوا الخيول في الأول علشان يشدوا القفص، والرجالة بتزق من ورا والخشب بيتكسر تحت الوزن، بس الرجالة بيستمروا في الزق، والكل بيلاحظ إن الحبال قربت تتقطع. وأنا بتصر إن هم يفكوا سراحها علشان القفص يبدأ يخف، بس محدش بيرد عليها. ولحسن الحظ المجموعة بتشتغل مع بعض علشان يوصلوا للناحية التانية قبل ما الحبال تتقطع والكوبري ينهار تمام. ولما كاي بيشكر أنا بان بينظف جروح إيد ديفل بالمطهر. وبعدها الرحلة بتستمر والمجموعة بتبدأ تتضايق من الشبورة اللي مخليها الرؤية صعبة جدا. هجمار بيحلف إنه عارف الطريق بس مش عارف يلاقيه، فباين بيقرر إن هم هيعسكروا لحد ما الشبورة تروح. وبعدين لما باين بيطمن على أنا بيسألها عن القوة اللي استخدمتها علشان تنقذ كاي. أنا بتسأله لو كان بيعتقد إن هي ساحرة، وده بيخلي الشعلة اللي في إيده تطفي وتنور لوحدها. وبتسأله كمان لو هو خايف منها، فبيرد عليها بإنه بيغطي القفص. وبالليل باين بيحلم تاني بالناس الأبرياء اللي قتلهم، والمرة دي الست بتتحول لأنا اللي بتمص الدم من صوابعها. وفي اللحظة دي باين بيصحى وبيشوف هاجمار واقف قدام القفص ومعاه كوس ونشاب. ولما باين بيطلب منه تفسير هاجمار بيقول له إن هم لازم يقتلوا أنا قبل ما تقتل حد تاني منهم، وبيستعد علشان يضرب، بس فيلسون بيوقفه ومش بيوافق على فكرته. فجأة بيسمعوا أنا بتعوي، والديابة اللي في الغابة بترد عليها بالعواء، والمجموعة كلها بتجهز سلاحها، والديابة بتبدأ تحاصرهم من كل مكان، وأنا بتزمجر علشان تخلي الحيوانات تهجم. الرجالة مفيش قدامهم غير إن هم يحاربوا الديابة ويقتلوا واحد ورا التاني بسيوف. هجمار مش سريع كفاية بالنشاط، فديب بيعض رجله، بس ديفلزاك بيقتل الحيوان قبل ما يعمل ضرر أكبر. ديب تاني بيهجم على كاي وبيعض دراعه، فيلسون بيقتله بسرعة هو كمان. لكن في كذا ديب بيهجموا على باين في نفس الوقت، بس بيقتلهم كلهم بحركات سريعة. المجموعة بتفتكر إن الموضوع خلاص خلص، بس بيسمعوا عواء تاني وبيجروا بسرعة علشان يركبوا خيولهم ويهربوا بأسرع ما يمكن. الديابة بتبدأ تطاردهم، تستنى أي فرصة علشان يوقعوا هجمار ويوقعوه من على حصانه. الباقيين مش بيلاحظوا وبيكملوا جري، وبعد ما وشوشهم بتتغير الديابة بتنط على هجمار وبتبدأ تعضه. باين في النهاية بياخد باله من اللي بيحصل، بس فيرسون بيمنعه إنه يحاول يساعد لأن خلاص بيكون فات الأوان. وفي الصباح الباكر باين مش بيبقى قادر يستحمل الذنب أكتر من كده، بيمسك القوس بتاعه وبيوجهه ناحية أنا، بس ديفلزاك بيوقف في طريقه وبيفكروا إن قتل أنا دلوقتي مش هينهي الطاعون والناس هتفضل تموت. وباين بيزق ديفلزاك بغضب، بس فيرسون بيوقفه هو كمان وبيقنعه يستنى لأن خلاص قربوا جدا جدا من واجهته. وبعد كام ساعة مش كتير يعني المجموعة بتوصل للدير، بس مفيش حد بيطلع يستقبلهم. كاي بيتسلق السور وبيتسلل لجوه من الشباك علشان يفتح الباب ويرضوا كلهم يدخلوا. الرجالة بيجروا بسرعة على الكنيسة وبيلاقوا الرهبان، وللأسف بيبقى كلهم ميتين بسبب الطاعون. باين بيبقى عايز يمشي وبيحاول يشد ديفلزاك بالعافية، بس القسيس بيستمر في الصلاة. ولكن فجأة بيسمعوا صوت بيصلي معاهم وبيكتشفوا إن في راهب واحد لسه عايش. الراهب ده بيشاور على كتاب على المذبح قبل ما يموت على طول. ديفلزاك بيتأكد إن الكتاب ده هو كتاب سليمان اللي فيه الطقوس اللي محتاجينها. الكل بيجري بره وديفلزاك بيرمي المية المقدسة على القفص،
قبل ما يبدأ الطقوس. في الوقت اللي الخيول فيه بتتجنن أنا بتقول عليه منافق لأن الكنيسة قتلت ناس أكتر من الحروب والمجاعات. ديفلزاك بيحاول يتجاهل كلامها ويكمل قراءة التعويذة، بس أنا بتستخدم قوتها علشان تضغط على جرحه وده بيخليه يصرخ من الوجع. وبعدها أنا بتتريق على باين لأنه فاكر إن إنقاذها هتكفر عن كل الناس اللي قتلتهم. صوتها بيتحول لصوت القسيس بتاع الحروب الصليبية وبيقول نفس الكلام اللي كان بيبرر بيه الحرب، وده كلام المفروض هي ما تعرفوش. وقتها ديفلزاك بياخد باله إن أنا مش ساحرة، دي بنت عادية مسكونة بشيطان قديم، فبيقلب بصفحات الكتاب وبيبدأ يقرأ طقوس طرد الشياطين. ولكن الرياح بتهب وبتضرب بقوة حواليهم والسما بتضلم، بينما أنا بتهز القفص بكل قوتها وبتبدأ تحرقه بالبطيء، وشها بيتحول لوش شيطان قبل ما تطلع بره. والفرسان بيحاولوا يهجموا عليها بس هي بتزقهم بسهولة، والتشتيت ده بيكون كفاية لديفلزاك علشان يرمي عليها مياه مقدسة، فبتروح فاردة أجنحتها وطايرة في الجو. وبعدها الرجالة بيمشوا يدوروا على مياه مقدسة زيادة. باين بيقول لكاي يمشي بس الشاب بيبقى مصمم يتقبل المخاطرة علشان يساعد، فباين بيكافئه وبينصبه كفارس. ولما كاي بيستغرب لو كان فعلا يستاهل ده، فايلسون بيأكد له إنه هيثبت ده. بعدها بيمشوا وبيدوروا على الشيطان لأن باين بيقتنع إنها كانت عايزة تيجي هنا من الأول، بدليل إن هي ما قتلتش غير هاجمر ويوان، وده لما حاولوا يوقفوا المهمة. وفي مكتب جوه المجموعة بتلاقي راهب ميت ومربوط في المكتب. ديفلزاك بياخد باله إن الراهب كان بيستنسخ كتاب سليمان، ولما بيتلفتوا حواليهم بيلاقوا رهبان أكتر كانوا برضه بينسخوا الكتاب، وبيكتشفوا إن الرهبان دول كانوا عايزين ينشروا الطقوس دي في العالم كله علشان الكل يقدر يحارب الشر. والشيطان خلى أنا تبان كأنها ساحرة علشان يجيبوها هنا المحاكمة وتقدر تدمر الكتاب. وهما متشتتين في طاقة غريبة بتدخل جسم راهب، وفي اللحظة دي الشيطان بيظهر على السقف وديفلزاك بيحاول يقرأ التعويذة، بس الشيطان بيرمي كل الرفوف عليه علشان يوقفه، وبعدها بيولع النار في كل نسخ الكتاب، بينما الرجالة بياخدوا بالهم إن الرهبان اختفوا. ولما ديفلزاك بيستمر في قراءة الطقوس، راهب متحول لزومبي بيحاول يهجم عليه من ظهره. باين بيحاول يبعده عن القسيس في الوقت المناسب وبتدور معركة ما بينهم، ولكن بسرعة باقي الرهبان بيظهروا والفرسان بيضطروا يحاربوهم كلهم. وبعد معاناة باين بيقدر يقطع راس الراهب والطاقة الشيطانية بتختفي منه، وده معناه إن دي نقطة ضعفهم. بينما ديفلزاك مكمل في قراية التعويذة، فرسان بيحاولوا يحاربوا راهب ورا التاني ويقطعوا رؤوسهم بسيوفهم، ولكن كاي بيستخدم القوس كداعم، وديفلزاك بيضطر يضرب راهب بالكتاب علشان يحمي نفسه. راهب بيقدر يوقع باين وبيجرح عينه، وراهب تاني بيحاول يعدي بين الرفوف علشان يوقع كاي، وراهب تالت بينط على ظهر فايلسون علشان يطعنه قبل ما فايلسون يقتله، ولكن للأسف فايلسون بيقع أول ما بيخلص عليه. منظر صاحبه وهو مهدود بيدي باين إصرار إنه يكمل قتال، فمش بياخد باله ويلاحظ الشيطان اللي بيظهر ورا ديفلزاك وبيكسر رقبته. ولما باين وكاي بيقتلوا آخر شوية رهبان، الشيطان بيحاول يمسك الكتاب ده بإيده بس بتتحرق. باين بيشوط الكتاب برجليه فالشيطان بيمسكه من رقبته بغضب وبيزقه على الحيطة، وبيوضح له إن قعد قرون كاملة يدمر كل النسخ دي ودي آخر نسخة فاضلة. ولما الشيطان بيبقى خلاص هيقتل باين، فايلسون بيمسكه بالقوة علشان يجبره يسيب صاحبه. الشيطان بيلفله وفايلسون بيديه ضربتين على الدماغ بس مش بيأثروا فيه، الأجنحة بتاعته بتقفل على فايلسون والشيطان بيولع فيه لحد ما بيبقى رماد. في اللحظة دي كاي بيمسك الكتاب وبيكمل قراءة التعويذة، والشيطان بيحاول يوقفه بس باين بيهجم عليه وبيثبت أجنحته في الحيطة. ومع إن الشيطان بيفضل يطعن باين كذا مرة بمخالبه، بس باين بيتحمل وبيفضل ماسك فيه علشان كاي يكمل قراية. وفي النهاية كاي بيخلص التعويذة بكلمة آمين، والشيطان بيولع في الحال وضوء أبيض جامد بيطلع من جسم آنا، والشيطان بيحاول يطير لفوق علشان يهرب بس بينفجر في السماء. وبعدها كاي بيطمن على باين وبيقول له يحمي أنا، وبيدي البنت آخر ابتسامة قبل ما يموت. وبعد كده كاي وأنا بيخلصوا دفن الكل باستخدام سيوفهم، وأنا بتشكرهم على مساعدتهم قبل ما تركب الخيل مع كاي، وبيبدأوا حياة جديدة في أرض خالية من الطعون. الشغف للوصول للحق والعدل ما بيقفش عند مجرد تنفيذ الأوامر، الإنسان لازم يفكر بعقله ويراجع ضميره في كل خطوة، لأن العاطفة الإنسانية والوقوف مع الحق
هم اللي بينقذوا البشرية في النهاية، مش اتباع القوة الغاشمة أو التعصب الظالم. الفيلم ده بيقدر يقدم لنا مزيج رائع وسريع ما بين الأكشن التاريخي والفانتازيا ودراما الرعب. الفكرة قائمة على رحلة صعبة ومحاطة بالمخاطر والغموض حول بنت، هل هي ساحرة أم ضحية، وبتخلق حالة من التشويق والإثارة طوال الأحداث. القتال والأجواء السوداوية لعصر الطاعون والحروب الصليبية مخدومين بصراحة بشكل حلو قوي، والتحول في الأحداث عند الدير كان مفاجأة كبيرة غيرت الأحداث بشكل كامل. وبس كده بينتهي الفيلم.